حكايتي. يمكن مرتفعة عندي معدلات الرومانسية بهي الفترة، مع إني ما كتير متفائلة يعني أو هيك، وإنما يمكن حتى نتفائل لازم نحكي عن الحب، لازم نعيش الحب. هلأ خلّيني أحكي كمان بالفيديو اليوم بحكايتي عن قصة حب كتير مشهورة وكتير مميزة، مي زيادة. الكل يمكن بيعرف مي زيادة الشاعرة التي عشقت جبران خليل جبران، وهو كمان كاتب وأديب وشاعر. عشقته مي حد الجنون. أكثر من 20 سنة جبران ومي يتبادلان الرسائل وبدون ما يلتقوا. جبران خليل جبران بنيويورك ومي زيادة بالقاهرة، يعني قصة حب عذري بامتياز. مرة طلب جبران من مي، قال لها ابعتيلي صورة لشوفك، يعني اتعرف عليكي صورة. فقالت له تخيلني. فقال لها جبران بتخيلي انه شعرك قصير عم يلف وشك. طبعا مي ابدا ما كان شعرها قصير، ولكن لما عرفت إنه هيك متخيلة جبران ومن شدة حبها لإله، راحت وقصت شعرها الطويل وعملت صورة مثل ما هو تخيلها وبعتت له إياها. قام قال لها جبران شفتي إنك أنت مثل ما أنا تخيلتك، كان تخيلي صادقا. قامت قالت له الحب اللي بيناتنا هو اللي كان صادقا. وبعد وفاة جبران خليل جبران دخلت مي مشفى الأمراض النفسية، لأنه مرضت وتعبت وجنت، لأنه كان عشقها مثل ما قلنا صادق وجنوني. رأيكم مين بيحب أكثر، رجل ولا المرأة؟ أو هن الاثنين مثل بعض؟ لما بيهاجمنا الحب، وأنا قلت بيهاجمنا لأنه بيجي هيك فجأة، يمكن بيجينا هيك وبيسيطر علينا. فما بعرف، يمكن لما منلاقي توأم روح خلص يعني هذا هو توأم روحي نصي الثاني. فطبعا بغض النظر عن قصة الحب تم الزواج فيها وانتهت بالزواج أو لم تنتهي، علاقة الحب علاقة سامية جدا. فيا رب كل واحد هيك يكون قلبه مليان بالحب ولا نصه الثاني، وإذا حابب يرتبط فيه والظروف تسمح، يا رب الخير والسعادة لقلوبكم جميعا. إلى اللقاء بحكايتي.